لقيت الجرس بتاع الانتركم بيرن، ولقيت اهل جوزي كلهم بيقولوا لي احنا طالعين افتحي الباب. قلت يا خراش افتح الباب ازاي بالمنظر ده؟ دول بيقعدوا يقولوا لجوزي مراتك كلها فيك وكلها تركيب وما فيهاش حاجه واحده بس طبيعيه. قلت لا انا لازم اشيل بسرعه السنان واشيل الرموش واشيل كل حاجه، ما ينفعش اسكت واسيب نفسي كده خالص. هيقولوا عليا ايه؟ فعلا كلامهم صح. انا هثبت لهم ان انا طبيعيه جدا ومش هحط ولا نقطه ميك اب، وهشيل كل الميك اب ده وكل الاكسسوارات وكل الضوافر عشان خاطر بيقولوا عليا ان انا كل تركيب ومفيش حاجه فيها واحده بس طبيعيه. شلت بقى الضوافر يا جماعه وقلعت الخواتم وقلعت كل حاجه، وقلت لازم بسرعه اشيل الميك اب لان هم واقفين تحت في الشارع مستنيني ان انا افتح لهم الباب بتاع العماره. المهم بقى جبت القطنه وقعدت اشيل فوق عينيا ده كله عشان ما يقولوليش انت كنتي في حفله ولا انت كنت فين. وانا يا جماعه اصلا زي ما انتوا عارفين كنت عند ابني في المدرسه كان عنده استدعاء. بقى اشيل في الميك اب واطلع بلاوي. يا لهوي يا جماعه بجد ايه البلاوي اللي طلعت من وشي دي مش عارفه، مع ان انا كنت حاطه ميك اب خفيف جدا نهاري مناسب جدا للنزول الصبح. المهم قعدت اشيل اللي في عينيا ده كويس قوي 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 زي ما انتوا شايفين كده، وادعك في عينيا كويس ونضف في عينيا ونضف في حواجبي لان هم بيقولوا عليا ان انا ما فيش حاجه واحده بس طبيعيه. قلت لا ده انا هشيل كل حاجه موجوده على وشي. لو لسه بتتفرجي بقى وبيعجبك الروتينات بتاعتي قولي لي بتتابعيني منين، وما تنسيش تعملي لايك ومنشن لصاحبتك وتقولي لها تعالي علشان نعمل الروتين ده مع بعض، وقولوا لي رايكم في اخر الفيديو. ومسحت الكحل ومسحت كل حاجه قدامكم زي ما انتم شايفين، وشلت العدسات وشلت الرموش، يعني ما فيش حاجه بصوا مش سايبه حاجه خالص، شلت كل حاجه اهو. بصوا قعدت اشيل كل حاجه كده كويس قوي 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 زي ما انتم شايفين كام قطنه. جبت كمان قطنه كمان نظيفه عشان ااكد تاني. بصوا رقبتي كمان جه فيها احمر من الروج، مسحتها كويس قوي. المهم بقى ايه، قعدت انضف وشي كويس قوي كده عشان اثبت لاهل جوزي كلهم ان انا كلي طبيعيه مفيش حاجه اسمها فيك. انا بس بعمل كده لما اجي نازله بحط ميك اب خفيف خالص. المهم بقى شلت الميك اب الخفيف خالص ده. دلوقتي بقى انا محتاجه ان انا اعمل لوشي كده سكراب محترم، اغسله غسله محترمه. رحت بقى جايبه السكراب بتاعي اللي انتوا شايفينه ده، ابتديت بقى ان انا اعمل لوشي سكراب محترم كده واروق على نفسي ونضف وشي كويس قوي. ولو لسه بتتفرجي قولي لي بتتابعيني منين، وما تنسيش تعملي لايك. ويلا نكمل بقى. هغسل بقى وشي كده غسله ايه اللي هو اي كلام كده لان طبعا انا لسه هغسل بالغسول. بصوا بقى يا جماعه اجيب الغسول كده واغسل بيه وشي. الغسول هيخلي وشي ايه منور في حته تانية. غسلت وشي كده ونضفته كويس قوي اهو زي ما انتوا شايفين. وكمان هنضف مناخيري كويس عشان انتوا بتقعدوا تقولوا لي نضفي مناخيرك نضفي مناخيرك، اديني نضفت مناخيري. وهجيب بقى التونر ده واعمل كده بقى اقفل المسام الواسعه او المسام مكان ما انا شلت الميك اب. وكمان هشيل اي زياده للميك اب انا ما شفتهاش مثلا وانا ايه بصوا شايفين طلع ايه وانا بغسل وشي ما خدتش بالي منها. ده هيشيل اي زياده موجوده في وشي انا ما شفتهاش. خلاص نضفت كويس قوي 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 فوق ما تتخيلوا. وشي كان بيزيق من كتر ما هو نظيف. شايفين طلعت منه ايه. هجيب بقى بعد كده السيرم ده بتاع التصبغات وابتدي ان انا احطه كده وارطب كده وشي كويس واخبط على وشي كده زي ما انتوا شايفين علشان خاطر وشي يشرب السيرم كويس جدا. بصوا شايفين اللمعه والحلاوه يا خراشي. وبعدين بقى هجيب السيرم بتاع العين واحط تحت عينيا كده وابتدي ان انا اوزع كويس جدا وبالراحه عشان المنطقه دي حساسه جدا. وبعد كده هجيب المرطب بتاعي وهبتدي ان انا ادهن بشرتي كده كويس وارطبها. بصوا واشدها كده على بره زي ما انتوا شايفين. وكمان هعمل رقبتي معاها. بس كده المفروض كده انا كده خلصت. لو لسه بتتفرجي ما تنسيش تعملي لايك كده وكومنتات كتير وتقولي لي ايه رايك في الروتين بتاعي وعجبك ولا لا. انا بقى يا دوبك اقوم افتح لاهل جوزي لانه بقى لهم ساعه واقفين. باي باي.